في قصة كده مش عارفة انتوا سمعتوا عنها ولا لأ، بتاعت ان في واحدة كانت هتغرق، مراته كانت هتغرق وهي كانت لابسة نقاب، فالحمد لله انقذوها. بس هي وهي بتغرق راحت شالت النقاب من وشها وعشان تعرف تتنفس، وبعد كده راح بعد ما انقذوها راح جوزها المحترم راح ضربها. آم، فأنا مش فاهمة برضو، كان في ناس مستغربة ليه يعني ليه حصل كده، ليه يضربها؟ يعني دي ناس غريبة فعلا، ليه يضربها؟ فالناس المستغربة دي أنا مش فاهمة بصراحة، مستغربين ليه؟ طبعا دي فئة قليلة مستغربة، في ناس شايفة إن ده احترام، أكيد 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 بيعلمها الأدب وهي بتموت. ف... فهو كده راجل محترم وعنده نخوة غيور. الناس المستغربة دي، بس هقول لكم على حاجة، الناس دي اشترت افكار اكتر من كده، ما تستغربوش. يعني الراجل اللي هو ضرب مراته دوت عشان خاطر هي بتغرق فراحت شالت النقاب عشان تعرف تتنفس، هو اشترى افكار اكتر من كده بكتير، متخلفة عن كده بكتير. هو فاكر كده هو راجل غيور ومتدين اكتر. خد عندك كمان، يعني في كمان نماذج كتير. في واحدة مثلا هي وخطيبها كانوا برضو في مركب، ففي واحد كان هيغرق خلاص، راحت هي مسكت ايده، فخطيبها اتخانق معاها، هو بيغرق ازاي تمسكي ايده؟ عيب، حرام. يعني معروف ان ملامسة الرجل والمرأة حرام. فالناس دي اشترت افكار اكتر من كده. خد عندك مثلا، يعني الناس دي هي نفسها بنفس الفكر، نفس خط الفكر ده، اشترت مثلا فكرة ان تعليم المرأة حرام. حرام الكلام ده من 100 سنة، نفس الفكر اللي هو تعليم المرأة حرام. وبعديها دخلنا على فكر، اشترت برضو فكر ان سفر المرأة حرام، ودخلت برضو على الفكر بتاع شغل المرأة حرام. طبعا دلوقتي الموضوع ده بقى حلال، بس هو في سنين طويلة ما كان نفس الناس اللي اشترت الفكرة دي وخلاص اتعاملت معاه ان هو ده الادب والاحترام، عشان هي مش عارفه توصل للتعليم او مش عارفه توصل للسفر، فحرمت حاجات زي كده، ده غير اللي هي حاجات تانية. نفس الناس اللي اشترت الافكار الغريبه دي هي نفس الناس اللي هتقول لامرأة طبيعي جدا وهي بتغرق لازم تحترم نفسها وتغرق، معروفه. وواحد بيغرق ما تسيبه يغرق، بس هي تبقى محترمه، هي تبقى محترمه وتحافظ على نفسها وما تلمس ايد راجل غريب. ده اللي نعرفه على الاحترام، متكلمنيش في حاجه تانية. فطبعا الحاجات دي كلها نفس طريقة التفكير، تعليم، سفر، شغل حرام. في عمليات معينة عشان خاطر الخلفة وكده حرموها برضو في السبعينيات، وبعد كده راح قالوا لا لو للضرورة مش عارف ايه. هي نفس التفكير. ودول طبعا المونيكير حرام، الحواجب متقمصين ومتنمصات، لو عملتي حواجبك ونضفتيها. نفس التفكير، اغاني حرام، نفس حلوة وحشة، احنا قلنا كلامها الحلو حلو وكلامها الوحش وحش، لا، حرام حرام، بيتعاملوا مع موضوع حرام حرام يعني. والدين نازل اصلا عشان كده، عشان خاطر انت لو شفت حد بيغرق ما تلمسوش، ولو هتموتي اوعي تشيلي النقاب، هي قلة الادب. اهم حاجة تكوني مش حاطة مونيكير، اهم حاجة ان انت تكوني ما بتسمعيش اغاني، كده خلاص اضمن لك الجنة 100%. زمان طبعا عشان خاطر دلوقتي خلاص عيالهم، طبعا دلوقتي الناس دي نفس التفكير ده في الاغلب بيبقوا في كرة، فطلعوا من الكرة، كان في الكرة ما بيتعلموش زمان، فقالوا على الست اللي احنا ما عندناش بنات تتعلم، قلة ادب. احنا عندناش قلة الادب دي اللي هي البنات تتعلم، احنا عندنا بتوع المدينة بيتعلموا، لا، احنا عندنا بناتنا محترمين ما يتعلموش. الكلام ده من 100 سنة 150 سنة. بعدين طلعنا قدام شوية، ما تستغربش من تفكيرهم، بعدين طلعنا قدام شوية بقى لا، الست ما تشتغلش، وقرنا في بيوتكن. طبعا مفيش حاجة بيقولوها غير لما لازم يلعبوا في الدين كده ويجيبوا لك ويبيعوا الأحاديث ويفسروا على مزاجهم، واضربهن. فحصل بعديها في السبعينات حصلت خناقات كتيرة بين يعني أزواج وبعض. الناس كانت مستقرة، مراته بتشتغل وهو بيشتغل، لا اقعدي في البيت، وقرنا في بيوتكن. الدين بيقول كده، هو ده كلامي؟ فبقت الستات بتقعد في البيت وشايفين ده، احنا ما عندناش ستات تشتغل، دخلنا بقى سيبنا التعليم ماشي خلاص، بقى اللي عرفوا يبيعوا الجاموسة اللي عندهم وباعوا أرضهم. حصل بعديها إن مجانية التعليم في عهد عبد الناصر، فخلاص ستاتهم بقى بيتعلموا. ايه ده، اللي مش كانت قلة أدب؟ لا بقى بيتعلموا، خلاص ربنا فتحها عليهم، التعليم بقى للجميع.
ماشي خلاص، شويه شويه البنات بتتعلم، ما عدتش هتسمع بقى كتير جايبين احاديث وجايبين حاجات اللي هو لا الست المفروض ما تتعلمش. بعديها دخلنا على سفر، على الشغل، الست ما تشتغلش. طبعا ازاي هجيب حديث منين؟ الاقرنا في بيوتكن، في حين ستنا خديجه بتشتغل، يعني الرسول كان متجوز ستنا خديجه وهي بتشتغل. وديننا ما فيهوش الكلام ده. ديننا اي حاجه جميله هي موجوده في الاسلام، اي حاجه غريبه هي ده تاليف الانسان، زي ما حصل في اليهوديه. نفس الحكايه برضه، في ناس بتالف هنا وفي ناس بتالف هنا. خلينا في موضوعنا. ده كان بالنسبه للتعليم، لحد ما دخلنا تعليم وشغل. بعد كده في السبعينيات ابتدت شويه خناقات على ايد لا الست ما تشتغلش. جينا على الثمانينات شويه او التسعينيات لا الستات ما تسافرش. فضلنا بقى في وقت لحد بقى وقت قريب كده سفر المرأة حرام. يا جماعة يا جماعة، ده هي بتسافر في طيارة وفي تجمع، مش ماشية في صحراء. أيوة لو مشيت في صحراء خطر عليها، من باب الخطر عليها، مش من باب تأييدها، من باب الخطر عليها ما ينفعش، عشان خاطر ممكن تتعرض لمخاطر. لكن هي بتسافر في المركب في وسط ناس كتير، السفر مؤمن، ما تسافر. لا حرام، حرام، ده ديننا ونمسك فيه، حرام. لحد وقت قريب خلاص بناتهم بقى خلاص اتعلموا كبروا خلاص بقى ربنا فتحها عليهم من واسعة. انا ما عادش هتلاقي بقى الحديث ده انتشر، كانت ليه سكتوا ليه؟ لانهم خلاص بقى معاهم فلوس ان هم يسافروا. زي ما كانوا بيقولوا مثلا الاغنياء لا يدخلون الجنة مثلا، وقعدوا يروجوا لفكرة ان الفقير ده حاجة ده قريب من ربنا. ده برضو في الوقت اللي هم كانوا فقراء فيه. مفيش حاجة، يعني مفيش حد مثلا فقير هيبقى أقرب لربنا وغنى، كل واحد بالعمل الصالح. قعدوا يشوهوا صورة الأغنياء جدا. دلوقتي بقى بيشوهوا صورة الشحاتين جدا، عشان هو مش عايزين يدوم ولا مليم بعد ما كان بقى أغنياء. فلو اتذل هيموت قدامك اوعى تديله شلن. فما تستغربش من أفكار الناس دي، هما بيفكروا كده وأكتر وأكتر. يعني هو دلوقتي كمان انت بتتكلم على كده، التحرش حتى كمان بيشوفوه دلوقتي بيروحوا في سكة ان هو لا ده المفروض يتحرش بيها عشان هي مش محترمة وقلة الأدب. انتي عايزة تسمعي الكلام ده فاحترمي نفسك، فهيعلمك الأدب، هيغتصبك دلوقتي عشان تحترمي نفسك وتمشي محترمة على طول. في حين احنا عرفنا وأمنا بالله ان التحرش، المتحرش مريض ملوش علاقة انتي لابسة ايه وخلع ايه. المتحرشين ما لهمش علاقه بقى، ده كبير صغير. احيانا في يقول لك متحرش، يقول لك الطفله شجعتني، اغتصب طفله صغيره عندها 4 سنين، الطفله شجعتني. فاحنا واصلين بالتفكير ده، فالناس دي افكارها اكتر من كده بكتير. فانا شايفه الست المفروض تحترم نفسها وتلبس النقاب وهي بتموت عشان تبقى ماشيه محترمه. وانا متاكده لو ده حصل وماتت وهي خلع وهي حاطه النقاب على وشها، والله عارفه كانوا هيقولوا ايه؟ هيقولوا الست دي محترمه، الست دي داخله الجنه شهيده الله، كانت تموت غرقا ولكنها ابت ان تقوم بازاله النقاب. يعني الموضوع هيروح للاحترام. والبنت برضو اللي مسكت ايد حد بيغرق دي هيقولوا والله لو سكت سابته يموت، هتقولوا البنت دي محترم، بنت راجل كانت ممكن تمسك ايده وهو بيغرق بس هي سابته يموت عشان خاطر احتراما لدينها. والاسلام بريء، افتراء على الاسلام مش طبيعي. ما تستغربوش، لسه في اكتر. طول ما بيعرفوا يستخدموا الدين لحاجة حسب ظروفهم الاجتماعية وتحسنهم الاجتماعي وأغراضهم والحاجات دي كلها، هتلاقي أكتر بكتير. وطول ما في ناس بتحب تحكم على اللي حواليها وبيبقى جواها الغل والحسد ان نفسها اللي قدامها يموت أو يحصل له أكتر حاجة شريرة، أكتر حاجة وحشة عشان خاطر هو يرتاح نفسيا، طول ما الناس دي بتفكر بالطريقة دي طول ما هتشتري أفكار بالطريقة دي. فياريت ما تكونش منهم. ربنا يحمينا ويحفظنا. سلام.